الراجل بعد ما اتضايق بقى ان في هجوم جاي كبير جدا من الفانز عنده على الصفحه، والناس عماله تشتمه وتشتكي منه، وانت كذاب، والصفقات فين ومش صفقات فين، قالها لي اعلن رسمي، وانا مفيش حاجه. لهم يا جماعه، هو انا كنت بجيب الخبر من حد غريب؟ الخبر جالي من الاستاذ جمال جبر، رئيس المركز الاعلامي للنادي الاهلي. يا نهار ابيض، عارف انت كشاف اللي في الوش ده؟ يا نهار اسوح ياما. على فكره البوست اتمسح، فانت لما تيجي تشوف خبر زي ده او بوست زي ده، الحيثيات بقى اللي بتحصل بقى، ودماغك تلف وتشتغل. يعني ايه بقى يعني رئيس المركز الاعلامي للنادي الاهلي بيطلع الاخبار؟ طب ده مسح البوست، معنى كده لو هو خد كلمتين ما همش لازمه راح مسح البوست. دماغك بتروح وتيجي وعلامات استفهام بص شغاله. انا حيالله عندي صفحه فيها 70,000 والصفحه الثانيه فيها 150,000، بخاف اطلع اقول خبر عشان احاسب عليه. فتخيل بقى رئيس مركز الاعلامي للنادي الاهلي يروح يقول كده لصحفي ويطلع في الاخر خبر كذب، يبقى دماغك هتفكر في ايه؟ اكيد في نفس الحاجه انا بفكر فيها، اللي هو في تايتلات موجوده في النادي الاهلي او كوادر موجوده في النادي الاهلي مش ماليه المكان اللي هي فيه.